السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل على قلوبكم وعيونكم، صباح السعادة، النهاردة كده إن شاء صباح الله كله يوم مليان جديد امل وروتين ورزق جديد، بالتفاؤل. روتين صباحي كده. هنعمل بقى فيه شوية حاجات مع بعضينا. إيه، نصلي على الرسول كده ويلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا نشوف هنعمل إيه مع بعضينا. النهاردة كان أول يوم دراسة بقى، نزلت وديت العيال المدرسة. والمنظر اللي انتوا شفتوه ده كده في دخلة المطبخ، دي حاجات أنا كنت شارياها من السوق، وكنت بوريكم المطبخ بقى كده. كنت منضفاه قبل ما انام، وكنت منضفه الشقه. ليه؟ لان كنت عارفه ان انا هنزل السوق، هجيب شويه حاجات وهعمل شويه حاجات النهارده. فكنت عايزه انجز بسرعه. وكمان هنعمل النهارده محشي. كنت عايزه اخلص كده الوقت كده. قلت اما احضر فطار ليا، افطر ومخمخ كده، وبعد كده اقوم اشوف هعمل ايه. عملت هنا كده كوبايه شاي بلبن ليا، ودي قرصه كانت متبقيه من الفطار بتاع جوزي، وموزايه. وقلنا نقعد نفطر كده، وبعد كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول نشوف هنعمل ايه بقى في الشقه. دول الحافظتين انا كنت لماهم قبلهم بيوم، على اساس ان انا كنت اغسلهم وانا بروق الشقه كده بالليل، وبروق الصاله. فلقيت الميه قطعت، فرحت ركناهم. قلت اغسلهم بقى الصبح، بعد ما اودي العيال المدرسه تكون حتى الميه جت وكده. هنلم كده التانية ديت اللي قدام الركنه، هنلمها كده. وهنبدا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونخش نشوف هنعمل ايه في اوضه الاطفال. هي الشقه كانت عندي كلها نظيفه، ما فيش بس الا مكان العيال ما كانوا نايمين. هنا بقى هشيل الحاجات دي وهفتح الشباك كده، عشان كان الجو حلو قوي بره والشمس كانت طالعه حلوه. هنفض كده الشباك او همسحه كده معاكم. وبعد كده هغير بقى الملايات بتاعت العيال، لان كان بقى لها بتاع 3 او 4 ايام كده ما اتغيرتش. هفتح كده هنا الشباك، وهجيب ميه وحته، وهمسح التراب اللي على الشباك. هو انا الشباك ده على طول ايدي فيه، فما الحمد لله ما فيهوش تراب كتير. واحنا بنروق كده يا جماعه، او بنعمل اي حاجه، نسمي على الرسول كده، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم، نستغفر الله كتير، نعطر لساننا كده بذكر الله والصلاة على الرسول. والله هتلاقي، بصي، كل حاجة خلصت معاكي، هتلاقي الدنيا كلها بقت تفاؤل معاكي. ربنا رزقك ورزق جوزك، رزقك في أولادك، ما لهم بركة، ملا بيتك بركة، ملا حياتك كلها بركة، مالكي بالأمل وبالتفاؤل. بنية رفع البلاء عننا وعن إخواتنا يا رب كده، اللي في تركيا وفي سوريا، ربنا يا رب ينجيهم، ويرفع عنهم المحنة اللي هم فيها يا رب، ما يوريها أبدا لأي حد. والله الواحد كده، أنا شفت فيديو من قيمة كام يوم، اليوتيوبر اسمها طيوبة، هي وبناتها. يعني انا اتفرجت لها على كام فيديو كده، والله هي قطعت قلبي من اللي انا شفته. الله اعلم بقى اذا كان الكلام اللي هم بيكتبوه فعلا هي ماتت، او لسه هي يعني تحت الانقاض عايشه، الله اعلم. لو هي ماتت، ربنا يا رب يرحمها برحمته، ويجعل قبرها كده روضه من رياض الجنه. ولو هي لسه تحت الانقاض، لسه ما طلعتش، ربنا يا رب كده يطلعها بالسلامه، ويطلع جوزها وعيالها يا رب بالسلامه. الواحد والله حزن على كل اللي حصل في سوريا وتركيا، بس حسيت ان ديت قطعت قلبي شويه. يعني انا والله كنت كل شويه، والله ما عشان اي حاجه، بس والله الواحد كل شويه كنت بدعي لها، بقول يا رب كل الكلام اللي كانوا بيكتبوه دوت يكون كذب، وان هي تطلع هي وعيالها سالمين وجوزها سالمين غالمين يا رب، ما تشوف فيهم اي حاجه وحشه. نفضل كده يا جماعه ندعي لهم كده، ربنا يا رب يعديها وما حدش يشوفها يا رب ابدا. يا رب ما حد يشوف اللي هم شافوه ابدا. يلا، مش هنقدر نقول غير الحمد لله يا رب. نحمد ربنا كده ونشكره في كل وقت، نشكره على النعم اللي احنا فيها. الحمد لله يا رب. والله الرضا بالمقسوم والمكتوب، وترضي بيه وتقولي الحمد لله، ربنا يزيدك كمان وكمان. كل ما تحمدي ربنا بتلاقيه بيديكي في خير كتير وفي زيادة اكتر. انا هنا كده فتحت الشباك زي ما قلت لكم، ومسحته، وشلت الملاية، شلت الكيس بتاع المخدة والخدادية والملاية، وببدأ انفض كده المرتبة، وهمسحها من التراب، وهمسح السرير من ورا كده من التراب، وهبدأ افرشه معاكم. انا هنا كده فرشت السرير بعد الكوبرته بس بتاعت السرير. بعد كده هلبس المخده واحطها، والبس الخده دي برضو وهحطها كده، واروح بقى على السرير التاني. برضو هشيل كده برضو من عليه الملايه، وهمسح برضو ظهر السرير من ورا من التراب ولا حاجه. وبرضو همسح، هنفض السرير كده عشان لو في اي تراب ولا اي حاجه. برضو هنفرشه مع بعضينا كده. هنا كده شلت الملايه، وهبدا انفضها كده معاكم زي ما قلت. هنا والله الفيديو طويل يا جماعه، والله بس انا مسرعه لكم فيه.
همسح كده ظهر السرير كده من ورا زي ما قلت لكم، وهنفض السرير بتاعنا وهفرشه، وهجيب المكنسه بقى واعمل بها بها الاوضه، وخلاص على كده. بس يعني هي الاوضه ما فيهاش ايه حاجه كبيره يعني. ادي الكوبرتا، معلش انا غلطت قلت الملايه، بس الكوبرتا معلش. ادي الكوبرتا بتاعتي بقى هفرشها، وبرده ايه هلبس كيس المخده وكيس الخداديه وهحطه كده على السرير، وخلاص بقى كده نروح نشوف بقى ايه اللي ورانا. ادي كده بعمل ايه السجاده اللي بين السريرين، بعملها بالمكنسه، واروح اعمل برضو ايه الحته اللي هي قدام السريرين، هعملها بالمكنسه. الاوضه دي يا جماعه انا حاطه فيها السريرين والايه والكومودينو. انا عندي كده اوضه فاضيه تاني، حاطه لهم فيها الدولاب بالتسريحه بالايه بالمكتب بالمرجحه كده، وبرضو فرشاها، سايبه الاوضه ديت ايه يغيروا فيها، يلعبوا فيها، يذاكروا فيها، يلبسوا فيها كده. انما الاوضه دي انا سايباها، اللي انا حاطه فيها السريرين اللي بعملها معاكم دلوقتي، حاطه لهم كده فيها تلفزيون عندي كنت متجوزه بيه، والسريرين دول مثلا ايه الاوضه دي يناموا فيها. انما الاوضه التانيه اللي بقول لكم عليها بوريها لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، حاطه فيها زي ما قلت لكم كده الدولاب بالتسريحه بالمرجيحه بالمكتب بتاعهم، وفرشه برضو فيها كده سجاده يقعدوا ايه فيها زي ايه يذاكروا فيها يغيروا فيها وبس. انما الاوضه دي تفضل نضيفه كده للنوم وبس. هنا كده كنت خلصت ايه الاوضه بتاعتي معاكم، وخلاص على كده هنطلع بقى نشوف بقى ايه بره هنعمل ايه. بره عندي في الصاله كده كده زي ما انا ما قلت لكم، وانا بشيل الحفاظات بالليل كنت مرتبه ايه الصاله بالريسبشن، بالحته دي برضو بتاعت الركنه دي برضو كنت كلها مرتباها، ومفيش حاجه عندي ايه كانت في الشقه ايه مش نضيفه. اوضه النوم الحمد لله كانت نضيفه. هنخش هنا كده على المطبخ عشان ايه نشوف الحاجات اللي احنا ايه جايبينها من السوق وهنعمل ايه. هنجيب كده مفرش نفرشه. المفرش ده عندي كان عندي من السنه اللي فاتت، كنت جايبه ايه لفتين كده كبار وايه ما خلصوش. هنا القطه دي بقى انا كنت شاريها من الراجل كان بيبيعها ايه ب6 جنيه، بيعبيها بتنقيها. فهو كان قدامه حبه كده، قلت له ايه طب يعبهم لي بكام؟ قال لي هيعبهم لي ايه ب5. قلت له لا اخد الكيلو وربع ب5. فراح ايه اداهم لي الصراحه. دول كده دول كده ايه 5 كيلو، قطعوا معايا 20 جنيه. انا قلت هنقي بقى منها ايه الجامده، انا طلعت منها في الطبق اللي انا بحطه فيه ده كده، مليته كده الطبق ده قوطه جامده، والباقي ايه هاخده ايه اعمله برضو ايه للصلصه. انا كل ما بنزل كده بقوم جايبه مثلا ايه زي ما بلاقيها في السوق، بجيبها مثلا لو لقيتها ب5 بجيب 4 ب20، لقيتها كيلو وربع ايه زي ما قلت لكم كده الراجل معباها لي النهارده ربع كيلو وربع ب5، بجيبها ايه 5 كيلو مثلا ب20 كده. هملى الطبق ده، والباقي ايه اللي انا شايفاه بقى طري شويه اقوم واخداه غسلاه، واقوم ايه اعمله صلصه كده في ايه في قلب الحله، احطه في قلب الحله اعمله صلصه. هاخد منه بقى للمحشي، والباقي هشيله ايه في الفريزر. بينفعني يعني كده كده عندي صلصه كنت مفرزاها معاكم، بس بحب اشيل الصلصه اللي انا ايه مفرزاها دي لوقت القوطه بيجي عليها ايه زي ما بيقولوا القوطه بتبقى مجنونه، بيجي عليها وقت القوطه ايه بتبقى غاليه، فبطلع بقى من اللي عندي. انما دلوقتي القوطه هي الحمد لله ما شاء الله عليها ايه رخيصه، فايه بشتري ايه من السوق كده كل ما بقى نازله بشتري منها. وقت رمضان بقى مش قادره انزل فيه ولا حاجه، فايه ما بشتريش بس الا قوطه على قد ايه السلطه او اي حاجه. وكده كده عندي قوطه لو هعمل مثلا ايه طواجن صواني اي حاجه، بيبقى عندي ايه القوطه متفرزه في الفريزر جاهزه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات القوطه عندكم وصلت كام او بقت بكام. ماشي. هنا ايه نزلت بالقوطه في الحوض عشان اغسلها، عقبال بقى ما تشوفي الكوسه اللي احنا جايبينها ايه. كنت جايباها اعملها بصراحه ربنا كده طاجن كوسه باللحمه المفرومه بالبشاميل. فايه لقيت الفلفل ايه زازع في مخي كده، فقلت ايه والله لا اعمل محشي، مش عامله ايه طواجن النهارده. قلت بقى حبه محشي بقى ايه يدفونا في الساعه والعيال يجوا من المدرسه في الساعه اللي احنا فيها دي. دي كوسه كانت بتتباع الصغيره الراجل كان بيبيعها ب10 جنيه، ومعاه الكبيره الكيلو وربع بال10. فايه زي ما قلت لكم كده انا كنت هعملها بشاميل، فجبت ايه الكبيره. والفلفل ده كان بيتباع ب12، جبت نص كيلو ب6. ماشي. ومعانا ايه دي بقى خضره هننضفها كده برضو. كنت جايبه خضره برضو، كنت جايبه بقى كرات وكنت جايبه جرجير. هنضف برضو الخضره دي وايه وهغسلها برضو وهي واحطها كده على حاجه ايه تتصفى عقبال ما أنا اقور الكوسه. ونشوف برضو ايه هنعمل ايه دلوقتي.
هاخد كده ايه ربطة خضرة واحدة انضفها كده معاكم، والباقي ايه هفصل الكاميرا، وبعد كده ايه عشان الفيديو ما يطولش عليكم قوي هفصله كده، وبعد كده ايه اشغل الكاميرا اقول لكم ايه انا عملت ايه او وصلت لغايه فين. معايا الشنطه دي كده بلم فيها ايه بقيه الحاجات اللي قدامي. هجيب كده صينيه وهمسك ايه ربطه الخضره اللي قلت لكم عليها دي كده هنضفها واحطها في الصينيه عقبال ما ايه ما اغسل القوطه اللي في الحوض، وبعد كده اغسلهم وارجع لكم. هنا كده غسلت ايه القوطه معايا وقطعتها، وده كان عندي بنجرايه كده في التلاجة، رحت ايه حطيتها في قلب القوطه او الطماطم زي ما بتقولوا، وجبت هنا نص كوبايه ميه وايه وحطيتها وشغلتها على النار. سبتها بقى كده تتسبك او تستوي معانا كده. خلاص حطيتها على النار زي ما قلت لكم لغايه ايه ما نشوف هنعمل ايه معانا. هنا كده كان الحوض بتاعي عندي غسلته برده ومليته ميه. هنزل بقى بالخضره بتاعتي. هحط كده في الخضره بتاعتي، انتوا عارفين يا جماعه انا بحب اغسل الخضره بتاعتي اصلا عامه، او اي ايه ورقيات بحب اغسلها بالخل. بحط كده فيها حبه خل بتطلع منها ايه لو فيها تراب اي حاجه بتطلع. هنا بقى ايه غسلت الخضره بتاعتي وسبتها كده، طلعتها وسبتها ايه تتصفى على حته كده على فوطه في قلب ايه الصينيه اللي كانت معانا. هنا بقى معايا الكوسه بتاعتي اقورها كده زي ما انتم ما شايفين. انا بحب والله الكوسه دي بحب ايه اقورها ايه يعني اشيل منها ايه اول واحده من المقور كده وخلاص. على كده بحب اللحم بتاعها جوه يبقى كتير، لان اصلا الفايده كلها في اللحم بتاع الكوسه من جوه. بس اللي عندي بقى ما بيرضوش ياكلوها كده، لازم تقوريها خالص كده زي ما ايه زي ما اوريكم في اول الفيديو. بصوا كده هقورها كده وهشيل ايه الحته اللي فيها ايه من الكوسايه من تحت، وهشرشرها بالمقوار كده، وبعد كده ايه هسيبها. ما تنسوش يا جماعه بقى تكتبوا لي في الكومنتات الكوسه عندكم بكام والفلفل بكام والخضره بكام. الخضره اللي معايا دي كانت انا كنت جايباها 3 ربط ب2 جنيه. اكتبوا لي كده عندكم الخضار بتاعكم عامل كام. هقور الكوسايه دي برده معاكم كده زي ما قلت لكم، بطلع قلبها كده من جوه، وبشيل الحته اللي فيها ايه كده من تحت في الكوسايه، وبايه بشرشرها كده بالسن بتاع المقوار وخلاص على كده. الفلفل بقى اسهل طريقه معاكي للفلفل ايه اللي انا بعمله بيها دي. بتجيبي كده ايه ايدك في العنقود بتاع الفلفل من فوق، وتدخلي كده صباعك كده فيها من جوه وتلفي قرن الفلفل، هتلاقي الفلفل بتاعك ايه طلع من جوه ولا في اي حاجه. هخلص بقى الكميه بتاعتي وهشطفهم وهرجع لكم. انا كده خلصتهم، وادي الخضره خلاص انا سايباها تتصفى، وايه والحاجه بتاعتي كده ايه خلصتها كده. الصلصه بتاعتي اتسبكت معايا وخدت منها ايه حبه، حطيتهم للخلطه بتاعه المحشي. انتوا عارفين انا بعمل خلطه المحشي بكام، وريتها لكم قبل كده في كام فيديو. وحشينا المحشي، كنت سبت بقى المحشي حشيته وخلاص. خلصت كده المحشي بتاعي عقبال ما العيال يجوا من المدرسه وجوزي يجي من الشغل، وايه وقلت هخش بقى ايه اغسل الحوضتين كده بقى في الحمام. قومي كده وتشجعي في الجو الوقت اللي احنا فيه ده، جو ساقع بره بس الشمس طالعه جميله، بس مش عارفه الجو ايه كان ساقع كده ليه، مع ان الشمس عماله ايه تروح وتيجي تغيب كده وتروح وتيجي. بس قومي كده تشجعي كده روتين حلو كده يا رب يعجبكم. قومي كده تشجعي كل مره كده نعمل مع بعضينا حاجه في الجو اللي احنا فيه ده. قومي كده من تحت البطانيه وتشجعي. انا كده ايه اللي حطيته على الحافظات دي في الاول، حطيت حبه كلوروكس الوان انا بجيبه سايب من عند بتاع الصابون، وحبه خلطه كده بجيب كلور ابيض وخلطه بحطهم برضو على السجاد وانا بغسله او الحافظات او البطاطين. بحب اغسل كده بيه بحيث ان هو ايه بينور الحاجه كده معايا. وحطيت حبه اريال بس. هغسلها كده بقى معاكم وهشطفها معاكم، وبعد كده ايه هلمها، وبعد كده ايه هيبدا اجيب التانية عشان ما اطولش عليكم برضو الفيديو. وايه وهغسلها بنرد برضو نفس النظام. احط عليها برضو حبه كلوروكس الوان وحبه خلطه من اللي انا بجيبها من عند الراجل بتاع الصابون، واحط عليها ايه حبه اريال، وبرضو نفس النظام هكون برضو ايه احط عليها ميه قبل اي حاجه. قبل ما احط عليها الخلطه بتاعتي دي والحاجات بتاعتي دي بحط عليها الميه. هفضل كده اغسلها بركز قوي على الحته البيضه دي اللي قدام إيه، لان هي اصلا بتبقى باينه فيها اي حاجه ايه مش نظيفه. يعني عندي كانت الحافظات نظيفه والله، بس كان عيالي دالقين عليها عصير برتقال، فقلت اما اشيلهم كده بالمره ايه اغسلهم. هنا كده بقى هشيل بجيب المساحه وهشيل ايه الصابون ده كله والحاجات اللي انا حطيتها دي، وايه وهبدا ايه اشطفها كده واحده واحده والمها واحده واحده. اذا شلت كل اللي عليها هبدا بقى ايه مشغله الحنفيه كده الجردل بتاعي يتملي، وهبدا اشطفها كده ايه
هلمها كده كل حته اشطفها، اقوم لماها واشطف الحته ايه اللي تحتها، من يعني من تحت ومن فوق، اشطفها من تحت ومن فوق. هنا كده لميتها. دي بقى التانية جبتها، هوريها برضو معاكم ازاي وانا بلمها. هغسلها برضو بنفس الطريقه بتاعت ايه اللي انا غسلت بيها برضو ايه الاولانيه. هنا هتقولوا لي طب انت بتغسلي بالمقشه ليه؟ انا الفرشه الصغيره اللي عندي اللي هي بتاعت السجاد، لما بغسلها بيها بحس ان هي ايه، بتعمل فيها زي الوبر، فما برضاش بصراحه ربنا اغسلها بالفرشه الصغيره. كان عندي فرشه اللي هي الطويله اللي عامله زي المقشه دي، بس اتكسرت مني. ان شاء الله لما ابقى انزل تحت هبقى ايه افتكر اجيب واحده. المقشه دي نضيفه بتاعت ايه الشقه اصلا، يعني انا مخليها للشقه بكنس بيها ايه الشقه بس، مش بكنس بيها السلم ولا اي حاجه، عامله مقشه تانية للسلم بس. فهعمل كده اهوت زي ما انتم ما شايفين، بغسل بيها. جبتها غسلت بيها الحافظات بس. هقلب كده الحافظه وايه، وهفضل كده اغسل فيها. الشراشيب بركز على الشراشيب شويه قوي، لان هي بتبقى في دخلة الباب وانتوا عارفين هي فاتحه ازاي، فبتتبهدل ايه بسرعه. هغسلها كده معاكم زي ما انتم ما شايفين، وبرده ايه هلم الصابون كده بالمساحه. وبعد كده هشطفها برده ايه والمها تتصفى. انتوا شايفين الفيديو والله يا جماعه، بس اليوم ده كان طويل جدا وكان متعب جدا، لان عملت فيه الحاجات اللي انا عملتها معاكم. وقعدت حشيت المحشي ودخلت غسلت الحافظتين دول، وكان عندي برضو غسيل دخلت نشرته. جبت كده الجردل بتاعي كان فيه ميه، هبدا اشطب بقى بيها زي ما قلت لكم كده. وهشيل برضو كل الميه ام صابون ديت اللي هي نزلت من الشطيف، هركنها على طول على البيبه. وهلم كده زي ما انا ما قلت لكم وريتكم وايه، وهلمها كده واسيبها ايه تتصفى جنب ايه جنب اختها. كل مره كده في يعني قبل رمضان هنبدا نعمل في المطبخ مره، نعمل في النيش مرة، نغسل الحافظات مرة، نغسل السجاد مرة. هنا كده غسلت وخلصت لميتهم. هبدأ بقى ايه ألم المية بتاعتي من الحمام وانشفه، عشان ايه كان العيال زمانهم جايين وايه. وهقعد بقى شوية عقبال ما ايه ما العيال يجوا. هنا كنت خلاص بقى خلصت زي ما قلت لكم اللي ورايا، والمحشي بتاعي استوى وجوزي جه من الشغل وعيالي جم. فهنزل بقى بالمحشي بتاعنا، هو سخن بقى. الواحد بقى كان مش عايزه اقول لكم، كنت خلاص خلصت ومش عايزه اقول لكم، الجو كان ساقع. حبة المحشي ده بقى دول يدفوا في الساعة بقى، يخرشي على الجمال وعلى الريحة وعلى طعمهم. كان مشطشط ازاي. الخلطة بتاعتي بعملها طعمها تحفة قوي، بتخلي المحشي طعمه تحفة قوي، بيبقى مشطشط قوي. احنا عامة بنحب المحشي مشطشط كده. المحشي لو ما كانش مشطشط اصلا في الجو اللي احنا فيه ده ما يتاكلش اصلا. هتلاقوني كمان كاتبه لكم المقادير بتاعت الخلطة بتاعتي في صندوق الوصف، وابقوا خشوا شوفوها. لو اول مرة كده بقى بتشوفي قناتي، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لي كل جديد. ما تنسونيش كده يا جماعه باللايكات الكتير، عشان الفيديو ايه يترفع، وايه عيلتي الكبيره تكبر ايه بيكوا اكتر كمان وكمان. يا رب الروتين بتاعي يبقى يعجبكم كده النهارده، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.